السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض لحمة بشوربة وصينية بطاطس جنبها باللحمة ورز بشعرية. يلا بينا نبدأ نشوح لحمتنا زي ما انتم متعودين معايا. هنا خرجت 10 فصوص ثوم ومعلقة سمنة صغيرة خالص من بتاعة الأكل، يعني نصها سمنة حتة صغيرة، وبعدين ننزل عليها باللحمة. ناخدها طبعا تقليبة مع الثوم، معلقة السمنة الصغيرة، نسيبها بقى ايه تنشف في عرقها كده يا حبايبي، تنشف من عرقها. هرجع لكم تاني، يلا بينا. هنا الوقت يا حبايبي اللحمة نشفت من عرقها خالص. حطيت 3-4 ورقات ورق لورا و3-4 فصوص حبهان، هنزل عليهم بكوباية عصير طماطم. طبعا انتوا عارفين طبخ اللحمة بتاعي اهو، ديت الشوربة بقى بتاعتنا بتبقى حمرا. هسيب بقى الطماطم تتسبك فيها وارجع لكم تاني. مش سبكت خالص اهي مع اللحمة كده. بقى هنحط شوربتنا اهو، ونغطي عليها ونعلي بقى على اللحم كده. بقى هنعلي علشان ايه اول ما تيجي تغلي اروح موطيه. دي حلاوة الشوربة بتاعتنا اهي. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض صينية البطاطس. انا سلقت اللحمة نص سوا عشان ايه اكملها مع البطاطس تشرب من الصوص بتاعها، وبرده هي تدي للبطاطس بتاعتنا طعم. هنا بنزل البصل الاول، طبعا 4 بصلات كبار. هنا راس توم وسط، هنا 2 مرقة. دي صينية البطاطس انا بعملها بالطريقة دي اهي قدامكم. هنا الملح والفلفل مع بعضه كده، وافركها بايدي مع المرقة مع كله اهو. افرك البصلة بتاعتنا كده اهو جامد عشان تنزل العصارة بتاعتها. تاكلوا بقى صينية بطاطس بجد طعمة جميلة بالطريقة دي، يعني احلى واطعم من البطاطس اللي بتطبخ. انا بعمل دي وبعمل دي اللي هي على البوتاجاز، اللي هي بالدمعة ونقللها ونسبك لها وبعدين نحط تومة الكلام ده. لكن دي صحية وطعم جميل. هرصها قدامكم وهدخلها ايه الفرن. هتشموا بقى ريحتها وتبقى طالعة متشمعة اهي يا حبايبي. خلاص كده بقت جميلة خالص اهي البصلة. هنحط بقى ايه البطاطس. طبعا الخرطات بتاعتي بحب اجيب البطاطساية بالورب. طبعا كل ده هيتقلب في بعضه. كده يا حبايبي انا برص اللحمه بتاعتنا اهي. كده بقى انا باجي على قرن شطه احمر حلو كده واقطعه ايه حلقات، ما بسيبوش سليم. يدي بقى ريحه وطعم في صينيه البطاطس جميله. هنا بقى هصب عليها عصير الطماطم اهو. وبعدين يا حبايبي اجيب برطمان الصلصه ده اهو، هاخد منه معلقتين في معلقتين 2 ميه، هقلبهم تقليبه حلوه واروح منزلاهم على صينيه البطاطس. وهضيف للبطاطس طبسيتين شوربه، هضيف للبطاطس شوربه من شوربه اللحم
هنا يا حبايبي هضيف معلقتين الصلصه اللي انا دوبتهم ايه في معلقتين ميه. هنا بقى يا حبايبي هضيف لها بقى ايه كرنبين 3 شوربه اهو. اهو يا حبايبي كده بقى ادخلها الفرن اهي قدامكم. ههزها بس هزه كده اهو وادخلها بقى ايه الفرن. انا مولعه الفرن اصلا بقالي ربع ساعه يعني سخن نار هتخش تغلي على طول. يلا بينا. الصينيه طلعت ايه يا حبيبي من الفرن. انا حطيت لها معلقتين سمنه على الوش قبل ما ادخلها الفرن كده استوت وطلعت. وده الطبق الرز بشعريه بتاعنا وادي الشوربه بتاعتنا وده غدانا. اتفضلوا معانا بألف هنا وما تنسوش الاشتراك واللايك والشير وتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.